السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبنا في كل مكان، طلاب ثالثه اعدادي، اخباركم يا رب تكونوا بخير وحشين جدا. طب يا شباب النهارده ان شاء الله مكملين مع بعض بقى الرحله بتاعتنا. النهارده امتحان مهم جدا جدا على يونت 4 الوحده الرابعه. ركز معايا لو سالتك مش عارف ان احنا سجلنا يونت 1 وعملنا عليها امتحان، شرحنا افكار الامتحانات المهمه جدا والصايعه قوي، روح اتفرج على الحلقه دي. ثم بعد كده شرحنا يونت 2 بالافكار المهمه جدا جدا بتاعت الامتحان وعملنا عليها امتحان. بعد كده امتحان على الوحدتين، بعد كده الوحده الثالثه، ثم امتحان، ثم شرحنا الوحده الرابعه. والنهارده ان شاء الله امتحان على الوحده الرابعه. وخلي بالك بعد كده هنزل لك امتحان على اول 4 وحدات. وسعادتك النهارده لو محتاج المذكره اللي احنا هنحل منها النهارده ان شاء الله في افكار يا شباب مهمه جدا جدا. هسيب لك برده اعلان عن المذكره دي، لو عجبتك خلاص هتاخدها ان شاء الله، وكلم رقم الواتس هيقول لك ازاي تاخدها. ولكن يا ابطال قبل ما نبدا يا ريت لايك كومنت كويس، خلي الحلقه تنتشر والناس كلها تستفيد. يلا بينا دلوقتي نبدا مع بعض الامتحان المهم جدا على يونت 4. يلا بينا نيجي دلوقتي يا ابطال مع بعض مع الامتحان المهم على يونت 4 الوحده الرابعه. نبتدي دايما بالمحادثه. Lucy is speaking to Nora about her visit to Luxor. البنت لوسي يا مستر دي بتتكلم مع نورا عن زيارتها للأقصر. إذا هو لازم أقرأ النص ده أو السطر ده مليون المية لازم، لأن دلوقتي أساسا أول سؤال ده مبني على إن أنت كنت لازم تقرأ السطر ده. اثبت لي يا مستر كده. ماشي. لوسي بتقول يا شباب where did you go last holiday. لوسي بتقول نورا رحت فين الأجازة اللي فاتت. سعادتك بقى لو كتبت أي حاجة غير الأقصر هتبقى غلط في الامتحان. شوف بقى السطر الأول ده مهم إزاي. يبقى أنا مستر أكتب رقم 1 I went to Luxor. I went to Luxor. رحت الأقصر. فلوسي سألت سؤال فنورا قالت لها It's located in the south of Upper Egypt. ده هي الصراحة في جنوب صعيد مصر. إيه ده؟ يعني هي بتسأل على مكان الأقصر يا مستر. البنت لوسي مش عارفة. هقول يا شباب Where is it located؟ صح. Where is it located؟ يا مستر هو انت قلت where is لي، ما قلتش where it is لي مثلا يعني. يبقى انت سعادتك مش بتعرف تحل المحادثه. هسيب لك دلوقتي حلقه فوق هتظهر هتعلمك ازاي تحل اي محادثه في الدنيا، ازاي تعمل سؤال وازاي تعمل اجابه وازاي الاسرار المهمه جدا جدا في المحادثه. لو الراجل غلس عليك ولا حاجه في المحادثه ازاي تعرف تتصرف. قلت لك اسرار مهمه قوي في الحلقه دي، روح اتفرج على الحلقه دي. خلاص. طيب بعد كده لوسي قالت لها why did you go there؟ لماذا ذهبت هناك؟ مستر هقول لها مثلا البنت دي هتقول لها اي حاجه. لا مش اي حاجه، انزل تحت كده. لوسي قالت لها هوليداي اجازه. ايه ده؟ يبقى انا في رقم 3 اكتب ان انا كنت في اجازه. اكتب باي صيغه انت حاببها بقى. I was on a holiday. ماشي يا عم صح مش مشكله. I was on a holiday كنت في اجازه تمام مفيش مشكله. I had a holiday كان عندي اجازه. اي حاجه براحتك، اي صيغه بالشكل ده في الامتحان صح ما تخافش. بعد كده لوسي سألت سؤال فقالت لها I visited the temple of Karnak and the valley of the kings. زرت الصراحة معبد الكرنك ووادي الملوك. ايه ده؟ يبقى اكيد يا مستر البنت لوسي قالت لها طب ايه الاماكن اللي انت زرتيها هناك؟ ممكن اقول يا شباب which places did you visit. صح. which places did you visit there. حلو قوي. بعد كده did you enjoy your visit؟ هل استمتعتي بالزيارة؟ يسعدك. بس كده. المحادثة يا شباب سهلة جدا، جت في سوهاج 2023 تافهة جدا. طيب نخش دلوقتي على السؤال التاني معانا النهارده. املى الفراغات برضو جت في الغربية. ركز معايا. آدم was born in Cairo. He started walking and كذا at an early age. هو مستر بدأ المشي وإيه في سن مبكر جدا. أكيد يا مستر بدأ المشي والسبيكنج بقى التحدث. يبقى انا خدت سبيكنج عشان المعنى وعشان حاجه كمان يا شباب ان كلمه walking فيها اي ان جي، وكلمه اند اللي بعدها لازم بقى يعني اند دي اللي بعدها يكون زي اللي قبلها. يعني اللي قبلها في اي ان جي يا شباب walking، يبقى اللي بعدها برضو سبيكنج في اي ان جي. دي برضو تركيبه مهمه قوي بتيجي في السؤال ده. يعني مثلا لو كاتب لي روت اند كنت هاخد حاجه اسمها سبوك في الماضي برضو. يبقى انا لو كاتب لي اي ان جي اخد بعد اي ان جي، كاتب لي ماضي بسيط اخد ماضي بسيط وهكذا. يبقى هنا speaking أو walking and speaking المعنى صح والجرامر صح. He has loved drawing since he was a child. كان بيحب الرسم يا مستر من لما كان صغير، يعني منذ أن كان صغير. He was happy when he started a primary school. كان فرحان جدا لما بدأ المدرسة الابتدائية. However على الرغم من ذلك his parents not that he didn't like reading or writing. عايز أقول بقى إن للأسف الشديد يا مستر أو على الرغم من ذلك إن والده ووالدته اكتشفوا ان هو طبعا مش عارف يقرأ ويكتب. ايه ده؟ يعني انا في رقم 2 يا مستر لازم اكتب حاجه اسمها discovered في الماضي. هو طبعا كتب لك discovering اللي في اي ان جي ما تاخدهاش خلاص، انا بتكلم على حاجه في الماضي يا شباب. يبقى discovered
بعد كده they knew he had dyslexia. خلاص يا مستر طالما هو مش بيعرف يقرأ ويكتب يبقى عنده صعوبة في القراءة والكتابة، حاجة اسمها dyslexia هتجيلك في الامتحان. After that he got help at school and started to achieve good. كده مستر مش اللي هي results، عايز اسم هنا results. يبقى بعد كده مستر الصراحة خد مساعدة طبعا من المدرسة وبدأ إن هو يحقق results جيدة، يعني نتائج جيدة. يبقى أنا دلوقتي يا شباب بالنسبة لي القطعة الثانية دي سهلة جدا على فكرة، ما فيهاش أي مشكلة خلاص. طيب نخش دلوقتي على حاجة مهمة جدا جدا. انت طبعا معايا، لو انت كنت معايا طبعا بقالك فترة اكيد سعادتك عارف ان احنا عندنا مذكرة. المذكرة دي بفضل الله يعني طلاب كتير جدا جدا خدوها على مدار يا شباب الثلاث شهور اللي فاتوا دول، او الشهرين اللي فاتوا، 3 شهور اللي فاتوا الصراحة. المذكرة ده يا شباب لو انت خدتها وخلصتها، اللي احنا بنحل منها دي بالمناسبة يا ابني انت داخل الامتحان ومعاك الامتحان اساسا، لان فيها كل حاجة يا شباب، كل حاجة حرفيا. فهسيب لك دلوقتي اعلان عن المذكرة عشان نرجع بعد كده نحل الكلمات والجرامر مع بعض. خلاص يلا بينا دلوقتي مع الاعلان وبعدين نرجع مع بعض نحل الكلمات المهمه على يونت 4 والجرامر المهم قوي على يونت 4. يلا بينا حبايبي الغاليين، اخباركم يا رب تكون بخير. طبعا انا اسف ان انا قطعت عليكم الحلقه، ولكن في حاجه مهمه جدا موضوع المذكره، لان في ناس كتير جدا سالتنا عليها. ركز معايا كويس جدا عشان اعرفك ازاي هتقفل الامتحان لو خدت المذكره دي. ركز معايا بقى. اول حاجه يا ابطال زي ما انتم شايفين كده في المذكره الكلمات بتاعت اي درس، مثلا الدرس الاول والثاني في اي وحده مشروحه بالصوره زي ما انت شايف كده. واهم حاجه بعد الكلمات دي امتحان على الكلمات دي من محافظات السنه اللي فاتت 2024 من كتاب المدرسه من لون جمال. بس خلي بالك من حاجه، لازم تتاكد قبل ما تاخد المذكره اللي هي 2025 مش 2024، لان دي الجديده خلاص. يبقى 2025 يا مستر فيها الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. امتحانات على الكلمات مشروحه كويس جدا. امتحانات على الكلمات دي من لون جمال ومن كتاب المدرسه من محافظات قبل كده ومتوقعه في الامتحان ان شاء الله. كل الكلام ده طبقه على كل الدروس، مش الدرس الاول والثاني مثلا في يونت 1، لا كل الدروس كده تمام. بعد كده لو جينا على جزئيه الجرامر مثلا، الجرامر مشروح بطريقه جامده جدا جدا. بعد كده امتحان على الجرامر من محافظات 2024 من لون جمال من كتاب المدرسه، وبرده حاجات متوقعه في الامتحان ان شاء الله. برده الكلام ده على الجرامر بتاع المنهج كله. وخلي بالك من حاجه، مش بنركز بس على موضوع الكلمات ولا الجرامر، لا المحادثات بتاعت السنه اللي فاتت، محادثات متوقعه في الامتحان، محادثات اللون جمال، كل حاجه يا شباب كتاب المدرسه كل حاجه خلاص. مش كلمات، مش جرامر، مش محادثات بس، مش قطع فهم بس، مش قطع املاء فراغات بس، مش باراجرافات بس، كل حاجه يا شباب كل حاجه خلاص. يبقى انا قبل ما اخد المذكره يا مستر اكون عارف موضوع اللي هي 2025 دي فيها كل حاجه زي ما قلت لك متوقع في الامتحان. بعد كده ابطال في نهايه كل واحده امتحان على اليونت دي من محافظات قبل كده من لون جمال من كتاب المدرسه. يبقى انت خدت الكلمات وخدت الجرامر وخدت المحادثه واملاء الفراغات وقطع الفهم جديد كله. طبعا انا بتكلم على املاء الفراغات لو انت ثالثه اعدادي خلاص، اما انت لو ثانيه اعدادي مالكش دعوه بفكره املاء الفراغات دي تمام. بعد كده هتخلص كل الوحدات، يبقى انت عرفت كل حاجه، مرنت معايا، عرفت الحاجات اللي فاتت قبل كده جت في الامتحان سواء جرامر بقى زي ما قلت لك، كلمات، كل حاجه خلاص كده. بس كده يا مستر؟ لا مش بس كده، بدل ساعتك ملف فيه باراجرافات اللي هتيجي في الامتحان بنسبه 100%. وخلي بالك من حاجه، مترجم زي ما انت شايف كده عشان ما تنساش في الامتحان. زي ما انت شايف كده الباراجرافات مكتوبه بطريقه كويسه جدا جدا، مترجمه بالصور زي ما انت شايف كمان، يعني في صور وفي مترجم بالعربي، والحاجات اللي هتيجي في الامتحان بنسبه 100%. طيب دلوقتي يا مستر حبيت اخد المذكره، اخدها ازاي سواء انا ثانيه اعدادي او ثالثه اعدادي؟ بص بقى، سعادتك هتكلم رقم الواتس اللي ظاهر ده وقول له انا عايز المذكره بتاعت 2025 مش 23 ولا 24، يبقى 2025، وتاكد ان انت واخد الغلاف ده اللي هو مكتوب تحت 2025 وهنا 2025 وزي ما انت شايف كده الصقر ده. بس كده يبقى انت خدت المذكره اللي هي احنا شغالين بيها. هسيبك دلوقتي وانا اسف ان انا قطعت عليك الحلقه، وروح كمل الحلقه بتاعتك وركز كويس جدا. يلا بينا نيجي دلوقتي يا ابطال على الكلمات. ساعتك عرفت ازاي هتاخد المذكره وعرفت طبعا الحاجات اللي فيها، وانا بقول لك مستر محمود ثقه بقى، انت عارف لو انت خلصت المذكره دي خلاص انت مش محتاج حاجه تاني في الدنيا بالنسبه لانك يعني تخش الامتحان، خلاص انت جاهز لكل حاجه خلاص، لان المذكره دي يا شباب مهم قوي قوي للناس اللي هتخلصها. بس كده. طيب الكلمات هنا الراجل بيقول لي اول حاجه means difficulty in reading and spelling، معناها مستر صعوبه في القراءه والكتابه. هي فين يا مستر ديسلكسيا؟ لتربيه على طول. ديسلكسيا يا شباب صعوبه في القراءه والكتابه. نمبر 2 بيقول لي to كذا means to walk or drive behind someone in the same directions. انت بتمشي وراه يا مستر، ده معناه ان انت فولو، يعني انت بتتبعه، يعني انت بتمشي وراه، يبقى فولو يا شباب. حتى لما بتعمل لحد فولو يبقى انت كده تابعته خلاص، يبقى فولو لتر سي. The suffix كذا turns the verb here into a noun. نلاحظ يا شباب هنا الراجل عايز منك noun اسم، here عايزها noun اسم، يبقى ing hearing يا مستر السمع، يبقى hearing يا شباب لتر بي، إجابة صح. Reach is to arrive as important
is to كذا. السؤال ده بيجي في الامتحان كل سنه يا شباب، بقاله كتير بيجي، وفي ناس مش فاهمه الفكره. حتى انا دلوقتي يا مستر الصراحه مش فاهم الفكره. لا افهمها لك بقى، اصحى معايا. هنا الراجل بيقول لك كلمه ريتش اللي هي معناها ايه؟ يصل الى، برافو عليك. is to arrive، يعني ريتش وarrive، الاثنين دول يا شباب مرادفات ولا مضادات؟ ريتش يصل الى، وarrive يصل برضه، ايه ده؟ مرادفات. هنا بقى الراجل قال لك زي كلمه بالظبط important لايه؟ يعني هنا عايز مرادف برضه، يعني عايز كلمه important حاجه تمشي معاها زي كلمه ريتش ما مشت مع arrive كده. يعني هنا عايز المرادف يا شباب. يبقى important is to essential، essential يعني ضروري برضه او هام. يبقى دي تربيه الاجابه الصح. فهمت السؤال ده في الامتحان بيقول لك ايه؟ الكلمه دي مع الكلمه دي زي الكلمه دي يا مستر مع الكلمه دي. فهمت الفكره؟ انا حاولت اوضحها لك بالبلدي خالص 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 يعني عشان تفهم الحته دي. ماشي يا مستر. رقم 5. My cousin works in a charity for free. خلاص ده شغال، ده متطوع، ده الصراحه من قبل ما اكمل. This means he volunteers at a charity. ده معنى ان هو يتطوع. هنا فعل يا شباب بمعنى يتطوع. خلاص يبقى هنا فعل بمعنى يتطوع، وانت عارف وشاطر ان فولونتير تمشي فعل وتمشي اسم عادي. تمام. رقم 6. He came first at school. This means he got good exam results. لسه حالا من شويه في القطعه بتاعت من الفراغات. هو مستر الراجل ده طلع الاول على المدرسه، ده معناه ان هو حصل على نتائج الامتحان الجيده جدا جدا. تمام، حلو قوي كده. نخش دلوقتي على الجرامر، وسعادتك تكون عارف ومدرك المستر محمود بفضل الله شرح يونت 4 يا شباب شرح قوي جدا جدا بفضل الله. لو انت ما اتفرجتش على الحلقه دي فاتك كتير الصراحه. هسيب لك كل حاجه تحت برضه في اول كومنت، بحيث ان انت لو انت لسه جاي جديد معانا على اليوتيوب، لا المستر قال كل حاجه الصراحه، وباذن الله كلكم هتقفلوا يا شباب، بس تسمعوا الكلام اللي بقول لك عليه. انت دلوقتي عندك مشكله في يونت 4، لو عندك مشكله روح اتفرج على الحلقه دي خلاص. يونت 4 كده بالنسبه لك ماتت كده خلاص، شكرا، مفيش افكار ثانيه خلاص، شكرا، كل حاجه بفضل الله قلت لك في الحلقه دي خلاص. لو انت تمام خلاص حل معايا، اتفضل يلا. السؤال الاول، have you ever to Luxor؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده يا مستر؟ كاتب لي ever وكاتب لي have، ده مضارع تام ده. خلاص يبقى انا عايز verb to be في التصريف الثالث. يبقى verb to be في التصريف الثالث يا مستر بن او بين صح. عايز تقولها بين صح بين صح، ما توجعش دماغك ودماغي انا كمان، الاثنين صح. رقم 2، ندى not visit the pyramids yet. مستر الراجل هنا اساسا كاتب لي كلمه yet، يعني هو عايز نفي، على الرغم ان هو كاتب لي نوت يعني بيساعدني اصلا في الامتحان. شيل نوت دي، يعني انا دلوقتي عايزك تكتب المثال ده في ورقه خارجيه كده وشيل كلمه نوت. اسمع الكلام، شيل كلمه نوت اكنها مش موجوده. الاجابه الصح برضه يا مستر هتكون مضارع تام منفي. ايه ده ليه؟ لان يت دي لازم النفي اصلا. يعني اقول هنا ندى hasn't visited، اجابه صح. طيب انا كتبت hasn't visited عشان الراجل كاتب لي نوت؟ لا مش عشان كلمه نوت، عشان كلمه يت اساسا اللي في الاخر دي هي محتاجه نفي اصلا. بس الراجل كريم اللي كان في القليوبيه ساعد الناس، كاتب لهم نوت يا شباب اهو، يعني انفو برضه. يعني ممكن واحد مثلا يكون فاطر فول ولا حاجه وما شافش كلمه يد، خلاص الراجل ساعده وكتب له نوت. حلو قوي يا مستر الكلام ده، الفول حلو يا مستر، ما عليك. رقم 2. 3 بقى، كولومبس كسح in امريكا in 1492. كولومبس ده يا شباب الراجل اللي اكتشف امريكا. طب ماشي، ما هنا ماضي بسيط باست سمبل، لان كاتب لي ان وسنه فاتت. ان وسنه فاتت تجيب لي ماضي بسيط، ان وسنه فاتت تجيب لي ماضي بسيط، سنس وسنه فاتت هتجيب لي مضارع تام. ركز في التركية دي. طب هنا ان وسنه فاتت باست سمبل ماضي بسيط arrived، اجابه صح. amazing مستر محمود قالها لك كتير الحته دي. have you done your homework already؟ خلاص يا مستر السؤال دهشه مش عايز حاجه، وانت قلت لنا يا مستر عشان احنا ما كناش عارفين الحته دي ان الحاجات يا شباب الداله على الدهشه مش لازم تيجي في الاخر، مش لازم تيجي بعد علامه الاستفهام صباح الفل، مش لازم. قد تاتي الكلمات الدهشه في الاول عادي. يعني انت تخش الامتحان زي المثال ده amazing، واو، incredible، اي حاجه صح. يبقى هنا شباب I can't believe it you are so fast، كل ده شباب الكلمات دالة على الدهشه قد تاتي في الاول او قد تاتي في الاخر. انجز هات لي already. اخر سؤال الراجل بيقول لي they have known each other a long time. مستر محمود قال لك على اليوتيوب يونت 4 اي كلمه بدأ بأ، اداء يعني او اداءان، انجز هات لي 4، يبقى 4 a long time، اجابه صح. بعد كده الراجل بيقول لي a review of something you have achieved، حاجه انت حققتها خلاص. مستر هو انا ده في الامتحان عليه كام درجه؟ اولا 7 درجات. المستر بقى مريحك جدا جدا في حوار الباراجرافات ده يا شباب. المذكره اللي انا اتكلمت عليها من شويه معاها مذكره ثانيه بتاعه الباراجرافات اللي هي هتيجي في الامتحان مليون %، مترجمه باللغه العربيه. ايه ده يا مستر؟ يعني الموضوع ده اللي هو something you have achieved موجود في المذكره ومترجم باللغه العربيه؟ ايوه، اي باراجراف هيجي لك في الامتحان بفضل الله موجود في المذكره ومترجم باللغه العربيه. المذكره دي للمفاجاه هي مجاني،
بتاخدها مجاني بس لازم مع مذكره الصراحه، اللي هو انا هاخد المذكره اللي المستر بيحل منها وبيشرح منها، هديك معاها مجاني من عندي 7 درجات اللي هم يعني بتوع الباراجرافات. يبقى المستر مدلعكوا اخر دلع، هتاخدوا المذكره بتاعت الشرح، هديك المذكره الثانيه معاها مجاني. هما 2 يا شباب منفصلين عن بعض. مذكره الشرح دي انت بتاخدها، كلم رقم نص هقول لك ازاي تاخدها. اما المجاني دي اللي هي الباراجراف انا بديها لك من عندي انا 7 درجات، بقول لك اتفضل عشان انت خدت مذكره هديه مني يعني. بس ده يا شباب بالنسبه لي امتحان النهارده. حلو قوي كده. وساعتك تكون عارف حاجه مهمه جدا، ان احنا ان شاء الله بدايه الحجز لثالثه اعدادي 11 الى اخر الشهر، لان احنا بعد كده هنبتدي المراجعه النهائيه بقى. فرم يا مستر حاجات كتير بنحل كتير يا شباب، ملفات كتير قوي بنحلها. بدخلك الامتحان زي ما قلت لك قبل كده، هدخلك الامتحان حاطط رجل على رجل اللي انت هتقفل الامتحان ده بفضل الله يعني، لان انا هحل معاك كتير وهديك افكار كتير جدا هتكتبها، حاجات كتير جدا بتعرفها. خلاص انا داخل الامتحان انا زهقت اساسا من الحل يا مستر، انا عايز اخش الامتحان هجيب ال 30 درجه ان شاء الله. بس كده. لو انت ان شاء الله جاي معانا بتكلم رقم الواتس ده، بس مش دلوقتي، هتكلمه ان شاء الله بدايه 11 كده يعني، تكلمه في الفتره اللي هي 15 11 17 11 20 11 براحتك، بس احجز بدري عشان العدد محدود جدا. بس اشوفكم ان شاء الله يا شباب الحلقات اللي جايه على خير. كان معكم مستر محمود عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.